ممكن تولع لي الفحمتين دول. ولعت الفحمتين، وانا بولع الفحمتين وجاي لقيته بيقلب شبشب قدام الحمام وبيعدل شبشب. فجبت الفحمتين واحنا واقفين، فانا بستغرب ولا ما اعرفش ده ايه. فقمت جاي ايه، قال لي شوف الفحمتين يلا بصراحه. قمت جاي جايب الفحمتين حطيتهم في قلب الطاجن، وقام جاي ايه حاطط البخور، وقام جاي حاطط ورقه كان معاه حقنه اللي هي الازازه بتاع الميه، كان مخبيها تحت في ايده كده وهو ماسك الورقه. وهو بيحط الورقه انا لقيته بيرميها، فانا بصيت لها كده، في ايه؟ مش موضوع ده، حاجه هو يعلمها شغله. فقال لي جمع المدام والاولاد، جمعتهم، قعدنا، البخور اشتغل شويه والطاجن قام جاي مطرقع طق. فلقيت المدام بيجي في ايه؟ قلت له مفيش. قال لا يا لا مفيش. إيه، بص يا ابو ساره 5 دقايق كده ورش الشقه بقى كلها ميه، وبكره خد الورقتين ده هول، وهتعمل نفس الحكايه، تجمع المدام والبخور اهو والورقتين اهو والفحم اهو، وهترش الشقه ميه برضو وتبخر. تاني يوم عملت نفس الحكايه، جمعت العيال. تالت يوم لقيته بيرن عليا انت فين؟ قلت له انا في المعرض. قال لي يلا يا عم عشان العصر هينده وتلحق تعمل حاجه وتقابلني عند كوبري الرباط. قلت له حاضر. ايه ما فكرتش في اللي انا قلت لك فيه؟ قلت له هو. قال لي القماش يا عم عايز نص طن حتى بلاش طن يا عم. قلت له سيبها لله بس اما نبقى نخلص من الموضوع ده نبقى ايه، نبقى نتعامل. قال لي حاضر. فربك والحق ايه، رحنا عملت الحاجه، رن عليا قلت له اه انا ببخر اهو. قال لي طب ما تخلص كلمني. خلصت، اتصلت عليه، خلصت ابو اسلام. قال لي قابلنا عند كوبري الرباط. قمت جاي ايه قابلك بايه؟ قال لي هتفضي بقى الطاجن كله اللي هو بتاع الولع على ال3 ايام في قلب كيس اسمر، وهتجيبه ملفوف وهاته وتعالى لي عند بحر كوبري الرباط. قلت له حاضر. رحت قابلته عند كوبري الرباط، قام جه واخد مني الكيس، التوك توك جه جابه وجاب السعيد برضو اللي هو معاه ده، فخد مني الكيس. قمت انا جايب حسب التوك توك. احنا عندنا في ما بين كوبري اللي هو كوبري الرباط ده كوبري كبير وكوبري صغير ما بينهم فرقه. انا شفت حاجه غريبه اول مره اشوفها. لقيت واقف ما بين الكوبريين في الفرقه دي، وقعد يتكلم او يتمتم اكتر من 10 دقايق، لدرجه زي بستغرب بيعمل ايه. فقال لي انا كنت بنظر في الموضوع يعني، وقام جه بعدها رامي الكيس.